الطاجن ده تقدري تعتمديه في أي عزومة هيشرفك، أو لو حابة تبهريهم في البيت وتعملي حاجة جديدة. فخارة اللحمة على الطريقة التركية عملته معاكم من 3 سنين وأنا في بداية قناتي، ودلوقتي حابة أن أنا أكرره لكل مشتركين في قناة ايتنج شو بالعربي الجداد. هتعملي الطاجن ده بطريقة سهلة ومبسطة، وكمان العيش طعمه يجنن، وهو شبه أكلة عندنا كلنا بنحبها وهي كباب الحلة، لكن طريقة تسويته بطريقة بس مختلفة شوية عن كباب الحل. بيكون معاه صوص مرقة خطير مع العيش. تعالوا يلا نبتدي ونشوف هنعمله ازاي. اول حاجه محتاجه نوع لحمه يكون بيستوي بسرعه. انا دايما كنت بعمله بعرق الفليتو، بس المره دي حبيت ان انا اعمله بقطعه من الكتف، جزء يكون لحمه ناعمه، يعني نقدر نقول للجزار محتاجين قطعه لحمه ناعمه بتستوي بسرعه. قطعته مكعبات زي ما انتم شايفين بالحجم ده، وبصلتين كبار قطعتهم جوليان. وتعالوا يلا نشوحهم في طاسه سخنه، معلقتين سمنه كبار حلوين كده مع معلقه زيت. واهم حاجه الطاسه دي تكون سخنه جدا. اول ما انزل بقطعه اللحمه لازم تعمل الصوت بتاعها عشان تحتفظ بكل سوائل فيها ونكهتها ويبان في الطاجن. هفضل اشوحها لحد ما تاخد اللون الحلو من كل الجوانب، وبعد كده هنزل بالبصلتين المتقطعين جوليان، وننزل بقى بطبق البهارات التحفه ده. عايزه اقول لكم اول ما بنزل بالطبق ده على اللحمه وبتاخد بس تقليبه وتشويحه، مش قادره اقول لكم الريحه بتبقى عامله ازاي. هتاكد ان اللحمه اتشوحت كويس قوي مع البصل مع التوابل. وتعالوا نعمل العيش بسيط جدا، دقيق ومعلقه سكر ومعلقه خميره فوريه. هكتب لكم كل المقادير في الوصف. زي ما انتم شايفين نزلت بكل حاجه، وهبتدي اقلب كويس جدا بايدي، وبعد كده اعجن لمدة 2 أو 3. هتكون متشكلت معايا عجينة لينة طرية مش بتلزق، اقدر امسكها في ايدي عادي واشكلها براحتي. هحط عليها معلقه زيت واسيبها ترتاح شويه. وتجيبوا طاجن الفخار، اهم حاجه لازم تكون معموله في طاجن فخار، لان ده بيعتمد على السوى والنكهات، هو ده اللي بيدي الطعم الخطير النهائي. هبتدي افرد العيش زي ما انتم شايفين بايدي. بعد ما ارتاحت العجينه بقت سهله جدا للفرد، هشكلها على وش الطاجن تكون قد وش الطاجن بالظبط. وما تقلقوش العيش مش بيمسك في الفخار ولا حاجه، لانه فيه كميه زيت كويسه. كمان بديله دهنه زيت من فوق علشان اقدر اثبت حبه البركه اللي انا هرشهم عليها على وش الطاجن. عاوزه اقول لكم رشه حبه البركه دي مع العيش بيبقى ليها طعم مختلف تماما مع نكهه الصوص بتاع اللحمه اللي هو المرق. هدخل الفخاره الفرن على درجه حراره متوسطه لمده نص ساعه او ساعه الا ربع، لحد ما العيش يستوي ويدي اللون الحلو. كل اللي جرب الوصفة دي قبل كده على القناة عارف كويس قوي اللي انا بقوله، لان الطعم بيكون خطير في النهاية. العيش نتيجته كويسة جدا وطري وهش. الفخارة دي مشهورة بتركيا بالعيش بتاعها مع صوص او مرقة اللحم. في تركيا بيعتمدوا الوصفة دي وبياكلوها بالطريقة دي عن طريق العيش. كنت معاكم هبة احمد من قناة ايتنج شو بالعربي. لو عجبتكم طريقتي لفخارة اللحم على الطريقة التركية بطريقتي، هستنى منكم لايك وشير واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل الوصفات. اشوفكم في وصفة جديدة.